كنت أعطيت ملف ثقيل جدا، كان رئيسي المباشر يعني بعد المباشر كان توفيق. كنت أعطيت ملف ثقيل جدا حول أدوية كان يجيبها الحرطاني وكان يجربها على الضباط والجنود الجزائريين، وكان يعطي تقريرات على يعني الجنود الجزائريين صاروا حقل تجارب، صاروا فئران تجارب، وحرطاني ياخذ عليها أموال من طرف للابوغاتوار من طرف المخابر الخارجية. هذا هو حرطاني. الناس وصلت. هناك حديث أيضا عن صفقة أدوية من الهند فاسدة. شوف أقول لك أنه الجزائر هي من أكبر مستورد الأدوية في العالم، هذه من يستغرب. ولكن كان فيه رجال قرروا أنهم يعملوا أكبر منتج مركب صناعي لأدوية في الجزائر. المركب الصناعي كان وراءه رجل قام يعني بفرض النفوذ عليه وساعده حتى كبر هذا المركب، إلا أنه هذا المركب من بعد كسر. ليش؟ لأنه أصبح مثلا إحنا نتكلم على اللي صار حقيقة في الجزائر. أصبح الدواء باش يجيبوه من الخارج كسروا المركب صيدال في المدية، وأصبح الممول للدواء هي بنت الجنرال اسماعيل العماري اللي كان اليد اليمنى للعربي بالخير. بنت اسماعيل العماري، آمال العماري أو آمال العلاب، تستورد شوفوا وش تستورد، والأرباح لها شخصيا. تستورد أدوية من ربوع العالم. تستورد مثلا حبوب لطرح الجنين، أي لمنع الحمل المباشر. نعم. عملت بها فظاعة في الجزائر. الحبة تباع، هي تستوردها، والحبة تباع في السوق السوداء بمئات آلاف دينارات من جهة ثانية تستورد أدوية من الهند. هذه الأدوية ما عندها ولا مفعول. أغلبية الشعب الجزائري الآن اللي يستعملوا أدوية للضغط مثلا ما لقاوش نفوسهم، الكثير منهم يموت. ليش؟ لأنه مثل هذا الشخص هذا يستعمل تجيب أدوية غير صالحة، وتجيب أدوية كذلك من فرنسا. عندها شركة، غرابة الأمر أنه شركتها يعني أنه الممثلة الأخرى للشركة هي فرنسية اسمها لوغ بوني، وهذه لوغ بوني هي بنت إيف بوني. إيف بوني هذا هو كان في القديم رئيس الدي اس تي في فرنسا أو رئيس مخابرات الداخلية في فرنسا، وكان صديق حميم جدا لإسماعيل العماري. يعني الأصدقاء اجتمعوا وبناتهم اجتمعوا حتى يأسسوا شركة لاستيراد الأدوية للجزائر. والشعب الجزائري في 60 داهية، والشعب الجزائري في 2060 مليون داهية. وإيف بوني جابته الآن مؤخرا المخابرات حتى يشهد في صالحها. شوف ذاك يعني العدم العقلانية أنك تأتي بشخص يشهد على أن المخابرات الجزائرية مليحة من طرف ضابط أو حاكم سابق للمخابرات. ولكن أين هو الرئيس وأين هم الوزراء من كل هذا الذي يجري الفظيع ضد الشعب الجزائري؟ بعجالة، لأن الوقت تقريبا. بعجالة. الرئيس لا يهمه شيء فيما يجري في الجزائر. أهم شيء أنه يبقى في الجزائر، أهم شيء أنه يموت وهو رئيس. الآن أصبحنا في وضع حرج جدا. بينما يعني كنا تكلمنا على الأموال اللي أخذوها لسويسرا. الناس خذت يعني مئات الملايين في سويسرا. أعطيني بعض الأسماء، بعض الأرصدة يعني حتى يعلم الشعب الجزائري. يعني عندك العربي بالخير عنده ملايين، مئات ملايين الدولارات. مئات ملايين الدولارات. قضية الخليفة مثلا استقامت للشعب الجزائري 4.5 مليار دولار. 4.5 مليار دولار. 4.5 مليار دولار. وهي الخليفة على كل حال مال للجنرالات أيضا. مال للجنرالات أيضا. تم إخراجه. الخليفة استعمل لإخراج الأموال من الجزائر وفقط. عنده بنوك في سويسرا، عندنا الأرقام. يعني كل هذه الأرقام احنا كنا خرجناها يعني. ونحن نتحدث في إطار الفساد. قصة أيضا مشروع الصاروخ ومشروع يعني في أكثر من مشروع. الجزائر كان يريد أن يكون دولة عظيمة، ولكن لا نراه الآن إلا في سنة 1984 كان أول مشروع صاروخ جزائري. كان قائم عليه شخص يعني قام بدكتوراه من أمريكا وجاء، وكانت يعني عدة لا تذكر اسمه. لا أذكر اسمه. نعم. فقام هذا الشخص يعني ببناء يعني كل الدراسات للصاروخ. يعني حتى أنه تم بإنجاز الجهة الإلكترونية والجهة كل أنجز يعني كل شيء. يعني البداية تم تجاوزها. حتى أنه في ذلك الوقت الشاذلي بن جديد نفسه حضر إلى حتى يرى هذا المشروع لتدشينه. نعم. لتدشينه. تعرفوا إيش دار العربي بالخير؟ العربي بالخير أخذ هذا الشخص اللي كان رائد في ذاك الوقت، بعثوا لأمريكا في عطلة جزاء للعمل نتاعه، وبعد ذلك يعني كما نقول احنا بالجزائريين غبروا، أي بعثوا لمكتب يعمل عمل مكتب لا غير،
وبعدين راح الشخص هذاك. يا اخي العربي بالخير هذا ماذا يريد من الجزائر ومن وراءه؟ قلت لك ان وراءه جهات اجنبيه تريد تدمير الجزائر. وراء فرنسا، وراء فرنسا ضباط فرنسا علنا، ضباط فرنسا. ضباط فرنسا هم يعني يتآمرون لتدمير الجزائر ويستخدمون العربي بالخير ويستعملون العربي. منهم يعني اللي باقي منهم هو خالد النزار مثلا. لما تشوف انت خالد النزار جده كان حركي، باباه كان حركي، وهو كان حركي، كان في الجيش الفرنسي. يعني انا استحي انا اقول الشعب الجزائري عفوا. ليش؟ لانه انا في يوم من الايام يعني قمت في استعداد لخالد النزار. انا عندي يعني احتج لذلك، لاني انا ولد شهداء، أنا من عائلة فيها الكثير من الشهداء. هناك أيضا مشروع نووي، وهناك مشروع مركب الحجار، كل هذا ذهب في فيه كانت الجزائر في الخبراء يقولوا أنه في بداية الثمانينات كانت الجزائر أفضل من كوريا، كانت الجزائر أفضل من إسبانيا، كان مستقبل الجزائر ظاهر. ليش؟ لأنه الجزائر كانت عندها قدرات وكانت عندها أمخاخ قادرة على أنها تعمل كل شيء، إلا أنه نفوذ العربي بالخير وجماعة العربي بالخير قاموا بقتل الشعب الجزائري، قاموا بذبح الجزائر يعني بالفيس وبغيره. لأنه مخطط يعني اللي قاموا به بإعطاء الإجريمنت، بإعطاء القبول السياسي للفيس وغيره أنهم ينشطوا في الساحة، كان مخطط من قبل حتى يحطوا الجزائر على ركبتيها، حتى يعني يكسروا كل ما هو جزائري. يعني الآن ربما من مصلحة أو من حق الجزائري أن يتساءل برأيك، وأنت كنقيب سابق في المخابرات الجزائرية، إذا كان توفيق يملك ملفات والرئيس يملك ملفات، هذا يهدد بالملفات الأمنية وذاك يهدد بالملفات الفساد وما إليه، متى سيحاسب المجرمون يا سيدي في الجزائر؟ ونحن في إطار شوف الجزائريين يعرفوا المشكل أنه الجزائريين يعرفوا أنه جنرال معناها سارق، معناها مختلس، ما كاش جهة في السلطة. أنا أقول لك أنه الفساد الآن تغلغل في كل المؤسسات، ما فيش دولة، نقولوا في مؤسسات السلطة. القليل جدا من الناس اللي عندهم مناصب رفيعة ليسوا مرتشين وليسوا مختلسين. يعني حتى الجهاز الذي يفترض فيه أن يحاسب هو فاسد. هذا هو القصد. هذا القصد. يا الحل يا سيدي إذن الحل أنه الآن الجزائريين لازم ياخذوا